يرغب الكثير من الشباب في الالتحاق بالتكوين المهني، ولكن يجد صعوبة في اختيار التخصص المناسب، ويخضع الكثير منهم إلى ضغوطات من طرف الأهل والأصدقاء، وغالبا ما يكون الاختيار صعب أو غير صائب، فيضطر المتكونون إلى تغيير تخصصهم فيما بعد. ومع وجود 23 شعبة مهنية و495 تخصص، فإن هذا يزيد من تعقيد الأمور. إليك في هذا الفيديو 9 نصائح لتنجح في اختيار التخصص المناسب لك. شاهد الفيديو. النصيحة الأولى: حدد مستواك التأهيلي الذي يلائم مستواك الدراسي، حيث يوجد في التكوين المهني 5 مستويات تأهيلية، وكل مستوى تأهيلي يتطلب مستوى دراسي معين. فمثلا إذا كان مستواك الدراسي الثالثة ثانوي، فإن مستواك التأهيلي هو الخامس، وأنت مرشح لنيل شهادة تقني سامي. تجد في صندوق الوصف رابط فيديو يشرح لك الموضوع. النصيحة الثانية: حدد مجموعة التخصصات المبرمجة في ولايتك التي تندرج ضمن مستواك التأهيلي. ادخل إلى منصة مهنتي، اختر الولاية ونمط التسيير، وبعدها اختر مستواك الدراسي، فتتحصل على مجموعة التخصصات المبرمجة في ولايتك والتي تلائم مستواك التأهيلي. قم باختيار التخصصات، وبعدها قم بتحميل الملف لتتحصل على القائمة الأولية للتخصصات. النصيحة الثالثة: بعد تحديدك للقائمة الأولية للتخصصات الملائمة، قم ببحث معمق في هذه التخصصات. ما هي المقاييس المدروسة فيها؟ ما هي المواد التي ترتكز عليها؟ هل تتطلب مهارة معينة؟ يمكنك أن تسأل المتكونين السابقين أو مستشاري التوجيه أو الأساتذة. كما يمكنك التحميل من الإنترنت البرامج الدراسية وتوزيع المقاييس لكل تخصص. البرامج متوفرة فقط باللغة الفرنسية. النصيحة الرابعة: قم بإجراء بحث معمق حول الآفاق المهنية لكل تخصص والمهن التي سيوفرها لك مستقبلا، ثم ضع القائمة المهنية لكل تخصص. يمكنك الاستعانة بالمدونة الوطنية للمهن وتحميلها من موقع الوكالة الوطنية للتشغيل anam.dz، اسمها لنام، ويمكنك البحث فيها عن المهن التي تناسب تخصصك. اختر فقط الشعبة المهنية، ستجد قائمة المهن والبطاقة الوصفية لكل مهنة ومتطلباتها. النصيحة الخامسة: حدد ميولاتك وقدراتك الجسمية والذهنية، وكذلك مكتسباتك القبلية. هل أنت علمي أم أدبي؟ ما هي المواد التي كنت تتفوق فيها أثناء الدراسة؟ وما هي المواد التي كنت ضعيفا فيها؟ يمكنك الاستعانة بالاختبارات النفسية وتحميلها من الإنترنت. تسمى هذه الاختبارات اختبارات تحليل سمات الشخصية واختبارات تحديد الميول المهني. ستتعرف على المهن المناسبة لشخصيتك، ثم قارنها بالقائمة الأولية للتخصصات. احذف جميع التخصصات التي لا تلائم قدراتك وميولاتك، وأبقي فقط على التخصصات الملائمة لك. النصيحة السادسة: ادرس سوق العمل واحتياجات منطقتك، وراعي الخصوصية الاقتصادية لمنطقتك. مثلا إذا كانت منطقتك سياحية أو فلاحية، لا تتهرب من هذه التخصصات، لأن سوق العمل سيكون نشيطا والحاجة مستمرة لليد العاملة. النصيحة السابعة: ابتعد عن التخصصات التقليدية، فهي سوف تختفي مستقبلا من سوق العمل، وتوجه نحو التخصصات التي لها آفاق ونظرة مستقبلية، مثل التخصصات البيئية، تخصصات الطاقات المتجددة، الطاقات النظيفة، الرسكلة وتثمين النفايات، لأنه التوجه الاقتصادي الجديد لمعظم دول العالم من بينها الجزائر. النصيحة الثامنة: اتبع شغفك. إذا كنت تملك موهبة في مجال معين، اختر تخصصا يطور هذه الموهبة ويلبي شغفك. فالمثل يقول: إذا أحببت شيئا فسوف تبدع فيه حتما، وأن أسعد الأشخاص حظا هم الذين يحبون أعمالهم، فالموهبة تصنع دائما التفوق. النصيحة التاسعة: لا تختر تخصصا مهنيا لأن صديقك اختاره أو لأنه يحظى بمكانة في المجتمع.
اختر تخصصا يلائم قدراتك الشخصية، فأنت وحدك المسؤول عن اختياراتك وعن مستقبلك. في التكوين المهني لا يوجد تخصص أفضل من تخصص آخر، كل التخصصات جيدة ورائعة، ما عليك سوى الاختيار الأمثل واغتنام الفرصة التي أمامك. حظ موفق لجميع الشباب.